بما انه عندي عزيمة فسويت قوزي لحم عراقي يبيض الوجه. طبعا هنا أنا عندي 7 كيلوات لحم. وهنا اول خطوة سويتها بهرتهم بورغار وهيل ودارسين وقرنفل. طبعا ورا ما ابهرهم راح ابدي احمس اللحم لحد ما ياخذ عندي اللون الاشقر. يلا اضيف عليه المي الحار. هنا بعد ما حمس عندي اللحم ضفت المي الحار على كل جدر من الجدورة مالتنا، وراح اتركه على نار هادئة حتى يستوي. بعد ما يستوي اللحم اضيف الملح واطفي اللحم. طبعا هنا جدر ثاني خليت بيه زيت وبصل قطعته بهالشكل، عندي عصير طماطة، وراح اضيف ملعقتين معجون طعام للبصل واحمسهم ويا البصل. من يلشع عندي المعجون ابدي اضيف البهارات. انا هنا عندي 7 بهارات: نومي بصرة، عندي فلفل اسود وكزبرة وبابريكا، وهنا ضفت قطعتين من الفلفل البارد. واضيف عصير الطماطة. هنا صار جاهز عندي حتى اضيفه فوق اللحم. طبعا اللحم ذايب ومستوي، مجرد فورتين ياخذ الطعم واللون وبعدين اشوي. على جانب ثاني هنا حسوي تبسي باذنجان. اول شي سويته اني بديت اقلي او اقلي الباذنجان، بعدين قليت البوتيتا او البطاطا والبصل والفلفل البارد. اخر شي قليت الطماطة بعد ما قليت او قليت البوتيتا. طبعا عندي بايركس هبدي اصفط بالخضروات مالتنا. اول شي اني خليت البوتيتا، بعدين حضيف البصل، شوية من البصل والفلفل البارد، واضيف الباذنجان، واخر شي ارجع اضيف جزء من البصل الباقي والفلفل البارد، واخر طبقة اللي هي طماطة. طبعا حتى نسوي صوص التبسي فاني عندي طاوة بيها زيت وحمست المعجون، ضفت له هنا ماي وخليت ملح وفلفل اسود، وراح اضيف الصوص مالتنا على التبسي وادخله للفرن. حتى نسوي الحشوة مال القوزي فاني اول شي بديت اقلي البوتيتا، بعدها حمست هنا عندي البصل. ورا ما قليت البوتيتا وهنا راح اضيف على البصل بعد ما ذبل عندي راح اضيف البازليا والجزر، طبعا هاي معلبة. وهنا استوت عندي خليتها فوق البوتيتا وراح ابدي ابهرهم. انا هنا عندي 7 بهارات: عندي كاري وعندي فلفل اسود وكمون. طبعا هنا الحشوة مالتنا صارت جاهزة للتزيين، فاني هنا قليت الكشمش وقليت اللوز. طبعا احنا كعائلة نحب هاي النوعين. وهنا اني حمست الشعرية، من اخذت اللون البني عندي ضفت لها مي، ومن تستوي اضيفها فوق الحشوة. طبعا صورت لكم نوع واحد من التمن، عندي جدر بيه مي، خليت كركم وكاري و7 بهارات، وعندي البهارات مال القوزي وملح. من فار عندي المي خليت التمن، وراح اتركه على المهدرة لحد ما يستوي. هنا انا سالقة بيض وخليته بمي بارد حتى يتقشر عندي بسرعة، بعدين قليته. وهنا راح ابدي اشوي اللحم مالتنا بالفرن. طبعا اللحم مالتي كلش ذايب وتايخ مثل ما تشوفون. هسه دخلته للفرن حتى اشوي. طبعا هنا التبسي بعد ما طلعته من الفرن راح ابدي اخليه بماعين صفري. طبعا بتشوفوا لي الشكل واللذاذة. طبعا كلش طيب التبسي مالتنا، اني منزلته قبل بالقناة، تلقون الوصفة مالته. طبعا هنا طبخت اليابسة العراقية، سويت جدرين. اني ما صورت لكم بهذا الفيديو لانه اني سبق ونزلتها همينة بالصفحة موجودة للي يحب ويطلب الوصفة مال اليابسة. طبعا هنا عندي مرحلة الصب، فاني هنا طابخة 3 انواع من التمن وزينتهم بالشعرية. ورا الشعرية راح ابدي اخلي الحشوة اللي احنا سويناها. وهنا زينته بالكشمش وباللوز والبيض، واخر شي خليت اللحم مالتي الترف. هاي اول صينية طبعا احنا سويناها، وصورت لكم همينة الصب مال الصينية الثانية بالشكل اللي امامكم. طبعا اللي عنده عزيمة فقوزي اللحم العراقي من الوصفات اللي تبيض الوجه. طبعا طريقتي بالقوزي تجنن وكلش طيبة، بحيث الصواني تم النسف. إذا عجبتكم وصفة اليوم كتبوا لنا بالتعليقات، ولا تنسون تسوون إعجاب ومشاركة للمنشور.
أمهات العراقيات انتو شلون تسوون القوزي، مثل هالطريقة لو تختلف. وبالعافية علينا وعليكم.